قول لهم ازاي يختارونا صح وطريقة عمل الخشاف المظبوط ايه. يلا بينا نبدأ ونقول للناس أسرار اختيار البلح. لونا، مش أي تمر ينفع للخشاف أو التمر باللبن. السر كله في الاختيار الصح. لو عايزة الطعم يطلع غني ولونه حلو يفتح النفس ويبقى زي المحلات بالظبط، ركزي في الأسرار دي من قلب المطبخ علشان النتيجة تبقى مضمونة. ما تنساش تصلي على الحبيب. أول حاجة، اللون الغامق هو الصح. التمر اللي لونه غامق بيدي طعم أعمق ولون حلو لما يتنقع في اللبن أو المية، وده سر القوام والطعم اللي يخلي الكوباية تتشرب للآخر. تاني حاجة، تناسق اللون. بصي على التمر كله قبل ما تشتري. لو اللون واحد ومفيش اختلافات كبيرة، يبقى التمر متخزن صح ومفيش خلط قديم مع جديد. تالت حاجة، الملمس واللمعة. اختاري التمرة الطرية سنة كده وليها لمعة طبيعية. ابعدي عن الناشف زيادة أو اللي شكله مجعد قوي، لأنه بيبقى فقط طعمه. رابع وأهم حاجة، الريحة. قربي وشمي التمر، لازم ريحتها حلوة وطبيعية، ما فيهاش أي ريحة تخمير أو كتمة، وكمان يكون نظيف من الرمل. يلا بينا نشوف طريقة. الخشاف المصري على أصوله، طعم رمضان اللي بيريح القلب من أول معلقة. لو عايزة خشاف مظبوط، لا مسكر زيادة ولا خفيف، وكل مكون باين بطعمه وقوامه، ركزي في الخطوات دي وهتطلعيه تخفى بجد. ما تنساش تصلي على الحبيب. المكونات: 2 كوب بلح ناشف منزوع النوى ومغسول كويس، 1.5 كوب قمر الدين وممكن عصير برتقال لو حب طعم أخف، 3 أكواب مية، نص كوب فواكه مجففة مشمشية، تين، قراصية متقطعين صغير، مكسرات حسب الرغبة، زبيب، جوز هند، سوداني. طريقة التحضير: في بولة كبيرة نحط البلح مع التين والقراصية والمشمشية ونقلبهم مع بعض، نضيف المية ونسيبهم يتنقعوا لحد ما البلح يطرى والفواكه تنفش وتفتح. لو مستعجلة ممكن تستخدمي مية سخنة بدل الفترة علشان تسرعي النقع. بعد ما كل حاجة تطرى، نضيف قمر الدين ونقلب بهدوء لحد ما الطعم يمسك في بعضه، يدخل التلاجة شوية علشان يتقدم ساقع وطعمه يبقى أهبع وأحلى. قبل التقديم مباشرة نحط المكسرات على الوش علشان تفضل مقرمشة وما تطرش. سر المهنة: لو عايزة طعم أغنى، سيبي الخشاف في التلاجة ساعتين على الأقل، الفواكه بتشرب من بعضها والطعم بيبقى أعمق بكتير. اعملي لايك ويلا ندخل على طريقة الخشاف باللبن. كوباية مليانة طاقة وطعم رمضاني دافي يفتح النفس. لو عايزة خشاف باللبن كريمي وطعمه غني وكل فاكهة باينة بطعمها من غير ما يبقى تقيل أو مسكر زيادة، ركزي في الطريقة دي وهتطلعيه مظبوط من أول مرة. ما تنساش تصلي على الحبيب. المكونات: تمر منزوع النوى، مشمش مجفف، قراصية، برقوق مجفف، تين مجفف، زبيب، جوز هند، لبن، شوية مية دافية للنقع. طريقة التحضير: نحط التمر مع المشمش والقراصية والتين والزبيب وجوز الهند في بولة كبيرة ونقلبهم مع بعض، نضيف شوية مية دافية ونسيبهم يتنقعوا ساعتين على الأقل لحد ما كل الفواكه تطرى وتفك طعمها. بعد النقع نضيف اللبن على الخليط بالتدريج حسب القوام اللي تحبيه، نقلب بهدوء علشان اللبن يشرب طعم الفواكه ويبقى كريمي وطعمه غني. يتقدم ساقع في بولة التقديم، وممكن تزودي شوية مكسرات على الوش لو حابة قرمشة حلوة. سر المهنة: لو عايزة طعم أهدى وكريمي أكتر، سيبيه في التلاجة ساعة قبل التقديم، اللبن بيشرب لشة الفواكه والطعم بيبقى أظبط بكتير. اعملي لايك وشير علشان نوصل لأكتر عدد ممكن. اللايك مش هيفرق معاك، لكن بيفرق معايا جدا علشان نقدر نستمر وننشر كل جديد.